بالغالب دول الخليج العربي ما بتديش الجنسية، ولو راح دولة زي الأردن أو العراق مثلا نادر يستقر هناك، عشان كده بيتقال سفر مش هجرة. لا، هو عايز أقول لك في الجزء الأول من كلامك إن هو دول الخليج ما بتديش الجنسية، هي بتديها. اتحط أصلا قانون إن المفروض إن هم بيدوا جنسية لأي حد متفوق دراسيا إعلاميا علميا أو طبيا أو رياضيا. دي المفروض المؤشرات أو الأسس اللي هم شغالين عليها عشان يدوا جنسية لناس معينين. يمكن في اخر فتره ما لقيناش حد علميا يعني ياخد الجنسيه، كان كلهم ناس سواء يعني اعلاميين او ممثلين او كده، فيمكن دول اللي هيفيدوهم دلوقتي بشكل معين، وهم طبعا حرين في الموضوع ده. هو مش بس الموضوع متوقف على العراق او الاردن. لو رحت اي دوله في دول الخليج في الاخر انت عمرك هتحس باستقرار تام. فانا شفت ناس يعني بقى لهم 20 و30 سنه وفي الاخر يا اما رجعوا بلدهم سواء كانت مصر او اي دوله عربيه، سوريا مثلا او كده، او هاجروا في الاخر جم على كندا او امريكا. للأسف يعني الناس بتعيش هناك وبيبقوا عايشين كويس جدا وعندهم لايف ستايل جميل وعندهم عربية وشغالين شغل كويس بيقبضوا كويس، ولكن في الآخر لو أنت وافد في دولة خليجية هتفضل طول عمرك وافد. صعب جدا ان انت تحصل على الجنسيه لو انت بني ادم عادي. فمفيش حد طبعا بيطلب منهم ان هم يدوا جنسيه لحد، زي حريتهم طبعا. انت لو هناك مواطن ليك تعامل معين، ولكن كوافد تعامل مختلف. فانت اللي المفروض تشوف المستقبل كده رايح على فين، وانت اللي بتحدد اولوياتك بس. فعشان كده في الاخر هو بيتسمى سفر.